بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متتبعي الكرام في فيديو جديد على قناتكم الريم الجميل لفنون الطرز. درسنا اليوم راح نتعلم تقنية تدوار الكركاف في الورقات. عندنا ورقات نديروهم مغلوقين هنايا، وعندنا ورقات نديروهم هنا يكونوا مفتوحين بهذه الطريقة. هنا نبدأ من هذه الطريقة، يعني هذا يكون خط. وعندنا تقنية جديدة ثاني، وهي انك هذه البلاصة تكون مفتوحة وهنا يكون الطرز. قبل ما نبدأ في تفاصيل درسنا لليوم، صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. فضلا وليس أمرا، اللي مازال ما اشتركتش أخواتي تنزل للأسفل الفيديو وتضغط على زر الاشتراك والجرس. كذلك إذا استفدتم من قناتنا لا تحرمونا من إعجابكم، وشاركوا هذا الفيديو ليستفيد غيرك من قناتنا. نبدأ على بركة الله في تفاصيل درسنا لليوم. كما قلت لكم أخواتي، هنايا كيف راح نبدأ. أولا نحط واحدة من الجورنال. قلت لكم ديما أنا كي نكونوا نتعلموا ما نفزدوش، نخدموا بالجورنال الجريدة. نحطوها بهذه الطريقة، ما نفزدوش لا فيزلين. هنايا قلت لكم راح نبداو بهذه الطريقة. نبدا منا نحط الإبرة بهذه الطريقة ونبدا نخدم هاك. كي نوصل لهنا مركز الدوران، البنات ارسموا هكا وارسموا هكا، يعني راح نمشي بهذه الطريقة. هذا راح نديروه طرز عادي. من هذا الخط هذا وهنايا هنا دوران القرقاف. نمشي منا نوصل هنا ندور القرقاف، يعني منا له تدوار القرقاف ومنا لهنا تدوار القرقاف. هنا يبقى طرز عادي. شوفوا البنات انتبهوا مليح. راح نبدا. السرعه لازم تكون ناقصه كما قلت لكم، ويدينا على القرقاف تكون باريحيه، يعني ما احناش راح نضغطوا هك وندوروا. شوفوا البنات، بسم الله. شوف هكا راني نمشي. هنا راني مشيت بطرز عادي. دركا راح نبدا. شوفوا هنايا انا ندور. كي نوصل لهنايا هنا راح نبدا نخدم بالطرز العادي. بهذه الطريقة كما قلت لكم. نكملوا هنايا، هنا نرسموا بهذه الطريقة، يعني نقسموا الورقة 3. هذه وهذه طرز عادي. هنا يكون الدوران. البنات ارسموها كما انا درتها هنايا هكا. هنا 1 2 3، هنا عادي وهنا يكون الدوران. هنا يكون الدوران. كي نوصلوا هنا نبدا ندور ثاني. هنا راح نمشي عادي. مفهوم البنات؟ ان شاء الله يكون درسنا مفهوم ويكون التصوير واضح. انا عندي ظاهرة تصوير واضح هكا، ولا نقرب لكم الصورة. هنا حنا بعد شوي الصورة هكا باش تشوفوا اليدين كيفاه يدوروا القرقاف. هنايا ثاني كما قلت لكم نحطو هنايا. نبدا
عادي. هنا راح نبدأ ندور، كان نوصلوا له نعاود ندور ونمشي عادي. شدوا البنات كيف راني نديرها. هاني في كل ورقة نحاول اني هكا. هنايا اسما تبغيو تقدروا تسمى ديروا لا فورم نتاع الورقه هك بهذه الطريقه، يعني ما تجيكمش يابسه هك، تجي شوي مايله باش تعطينا لا فورم، يعني تعطينا ورقه باهيه. نحاول ما نهضرش بالالفاظ الفرنسيه باش تفهموني. هنايا نبدأ ندور. هنا هكا، وكنوصل هنا نبدأ ننقص هكا. نزيدو هذه، يعني في كل ورقة نعطيكم هنا هذه هك. وهنايا التدوار، هنايا فيها شتو هنا كي نوصل هنا ندور، نوصل هنا ندير هذيك الفورمه نتاع الورقه وندور. تابعهم مليح البنات، شوف راني نمشي في عقلي باش تستوعبوا لي، يعني تركزوا مليح في التدوار. امشيو عادي بلا تدوار. شتو كي نوصل هنا راني راح ندور وندير هذيك لا فورم تاع الورقه ونبدا ندور. انا دوكا نبدا نمشي عادي بهذه الطريقه. نزيدو لكم هذه نفس الطريقه نعدلها. القياسات نتاع الورقه دوك نخليه لكم في المنتدى. القياس قد ما درته منا قد ما درته هنايا، راح نخلي لكم القياسات كامل البنات باش تقدروا تتعلموا. هنا تدوار عادي. هنايا نمشي عادي. راني نمشي عادي كيما مثلا تخدمي يلا. نبدا نوصل هنا نبدا ندور، نخرج شوي هنا ومن بعد نبدا ندور. نبدا نخرج عادي هنايا. نبقى نخدم هذه ثاني بنفس الطريقه هكا. ندور هذو هما الورقات المغلوقين. وهنايا البنات انتبهوا لهنا الخط هذا كيف راح نخدمه. راح ندير الغرزه الضفره هكا وتجي داخلها وحده، هي الغرزه هذه باليد تخدم بصح. شوفوا البنات كيف نخدم. ندير غرزه الدقه نعمرها شويه وندخل في وسطها هذيك هكا، ندخل في وسطها يعني بين الغرزه وغرزه. مثلا شتو هذه نجي هنا في الوسط وندخل هنا. شوف نجي هنا في الوسط هاي لك هك
تجي هنا في الوسط، هنا تدخلي هنايا في الطرزة وتضربي هك. هذه هي الظفرة. شوفوا البنات كيفاه تجي مضفورة. درك نروحو مع بعض نخدمو هاد الورقات المفتوحة. دركا راح نبداو نديرو هاد الورقة بنفس الطريقة. وش هي هنايا راح نبعدو بين هذه وهذه، هذا ما كان يعني نفس الطريقة اللي نخدمو بها هذه راح نخدمو بها هذه. شوفوا البنات كما قلت لكم السرعة لازم تكون ناقصة باش تقدروا تتحكموا في القرقاف. نبدا ندور، نبدا هنا ندور، وهنا نبدا نهبط في الطرز العادي. تدوار القرقاف والطرز العادي راهم يكملوا بعضهم، ما كاين حتى حاجه يعني اختلاف بيناتهم. هنايا نبداو عادي هكا، نبدا ندور كي نوصلوا هنايا. انا قلت لكم نبداو ندوروا، نبدا ندور بهذه الطريقه. نكملوا ثاني نفسها هذه، نعاود نرسمها هاكي. هنا نعدل هذه الورقة نرسم هكا، هنا تدوار كما قلت لكم، ونكملوا مع بعض. نعطيكم الوضعية نتاع يديك بصبعك هكا، وهذه تدور. شوف هنا هذه هكي، وهنا تحكمي وتقدمي هذو كي تدوري، هنا تحكمي وتدوري. هذو هما مركز الثقل للقرقاف. وهذه يدك هذه اي تبان، ويدك هذه هي اللي تدور. شوف قدم هنا، هنا هذه تحكم وهذه تدور. هنا تحكمي وهذا صباع تدوري. بعد كي نبغي مثلا وصلنا للدوره باش نعاودوا نزيدوا دوره ثانيه، هنا هذا وهذا هذو يحكموا وهذو يترخفوا باش تدور. مفهوم البنات؟ عفوا. شوف نحط هنا كما قلت لكم، هنا هذه كي نمشي شتو كي نوصلوا هنا هذه تدور وهذه تحكم باش تدور، ومن بعد نزيدوا هذه تثقل هذه تدور. مفهوم البنات؟ شوفوا مليح، هو بالتطبيقي تفهموا اكثر. هنا شتو كي نوصل انا هنايا اللي راح ندور، انتبهوا مليح، هذه
هادو يحكموا الجهه هذه وهذه تدور، هنا ندور. شوفوا هنا شوفوا ها نسيت نعدل هذه هنايا باش ما يلصقوش في بعضهم. شوفوا مليح هنايا هاك بهذه الطريقه نعدلوا الخط هذا. شوفوا البنات هنايا كملوا ثاني هذا نفس الطريقه. كما شفتوا البنات بنفس الطريقه. وهذه الدائره هذه هنايا الدائره هذه اللي تجي هنا ثاني نديروها تدوار القرقاف. ملخص درسنا اليوم، تعلمنا تقنيه تدوار القرقاف في الورقات، درناها بالطريقه المفتوحه وبالطريقه المغلوقه. نعطيكم ارقام الحرير اللي خدمنا به. في الاصفر 1112 والاخضر 106. في الاخير ان شاء الله يكون درس واضح ومفهوم والشرح يكون مبسط. اذا عجبك اختي هذا الفيديو اضغطي على الاعجاب وخلينا تعليقك، كذلك بارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي باه غيركم يستفاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.